المملكة الشمالية، مملكة إسرائيل. بعد موت سليمان الملك العظيم ملك ابنه رحبعام مكانه، وكانت المملكة في أواخر أيام سليمان ابتدت تضعف. فالشعب راح لرحبعام وقال له: خفف علينا الحمل شوية وإحنا نكون على طول معاك. لكن للأسف رحبعام سمع نصيحة أصحابه وما كانش حكيم، وقال لهم: بالعكس، أنا هزود عليكم الحمل. علشان كده المملكة المتحدة اتقسمت لمملكتين. الأولى الصغيرة اسمها مملكة يهوذا، وكانت من سبطين بس، يهوذا وبنيامين. والتانية كانت 10 أسباط، اسمها مملكة إسرائيل. وأول ملوكها هو يربعام ابن نباط. العاصمة السامرة. تاريخها من سنة 930 قبل الميلاد لحد السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد. اللغة الرسمية هي اللغة العبرية. الحدود: من الشمال سور ولبنان، ومن الجنوب مملكة يهوذا، من الشرق أرام ومؤاب وعمون، من الغرب البحر المتوسط وبعض مدن فلسطين. أول الملوك كان يربعام، وجي بعديه ملوك كتير على إسرائيل، 19 ملك كلهم أشرار، نشروا العبادات الوثنية في كل إسرائيل، وما سمعوش لكلام الله اللي حاول معاهم كتير. أحيانا كان يبعت ليهم الأنبياء، اللي منهم النبي إيليا والنبي أليشع، والله عمل على إيديهم معجزات كتيرة وعظيمة. وبالرغم من كده استمر الشعب بعيد عن الله لحد وقت السبي. ما استمرش الملك في المملكة الشمالية في عيلة واحدة، لكنه اتنقل ل9 عائلات عن طريق الخيانة والقتل والاغتيالات، فاغتيل 8 من ملوكها. ولما شعب إسرائيل اتسبى، هرب كتير من اللويين والأتقياء لمملكة يهوذا، وما فضلش غير الفقراء اللي اتجوزوا من شعوب غير يهودية، فظهر شعب مختلط اسمه السامريين نسبة إلى السامرة. أشهر الملوك والأنبياء: يربعام ابن نباط هو أول ملك مشهور بعبارة سيئة جدا، إن هو اللي خلى شعب إسرائيل يغلط. وللأسف هو أول واحد دخل عبادة الأوثان، علشان صنع عجلين يروح ليهم الشعب يعبدوهم بدل عبادة الرب، واحد في دان والتاني في بيت إيل. الله زعل جدا من يربعام، وبعت له رجل الله وهو بيحتفل بالعجل الذهبي في بيت إيل، وقال له هيتولد في مملكة يهوذا ملك اسمه يوشيا، هيقاوم عبادة الأوثان وهيقضي على كهنة البعل. وفعلا اتحققت النبوة، وبعد 300 سنة اتولد يوشيا، وكان من أحلى الملوك في يهوذا. ملك تاني شرير جدا كان اسمه أخاب، اللي اتجوز من الملكة الشريرة إيزابل، اللي حاربت عبادة الله ونشرت عبادة البعل وكهنة البعل في كل مكان، واضطهدت كل اللي بيعبدوا الله، لدرجة إنهم اختفوا خالص وما ظهروش في المشهد. إلا إيليا ظهر بقوة شديدة جدا وواجه الملك أخاب والملكة إيزابل، وصلى صلاته ألا تمطر السماء، بالرغم إن أرض إسرائيل معتمدة على الأمطار، واستمر الجفاف لأكتر من 3 سنين. وفي النهاية وقف إيليا قدام كل كهنة البعل وتحداهم إذا كان الله هو الإله الحقيقي ولا البعل. وللأسف الشعب ما كانش عارف يميز مين الإله الحقيقي، فقال إيليا هنعمل اختبار، هنقدم ذبيحة للبعل وهنقدم ذبيحة لله، وهنشوف مين الإله الحقيقي اللي هيستجيب. ووقف أنبياء البعل يصرخوا وينادوا على البعل: يا بعل أجبنا، يا بعل استجيب، لكن ما كانش فيه إجابة. وقدم إيليا الذبيحة لله، والله استجاب لصلاة إيليا، ونزلت نار من السماء وأكلت الذبيحة، وكل الشعب شاف إن الله هو الإله الحي الحقيقي، وهتفوا لله وقالوا: الرب هو الله، الرب هو الله. واحدة تانية من أشهر معجزاته لما قوم ابن أرملة صرفة صيدا بعد ما مات ورجعه لأمه. بعد إيليا استمر إليشع في عمل معجزات، وأيضا أنقذ ملك إسرائيل مرات كتيرة من مكيدة ملك أرام. إليشع صنع معجزات كتيرة لبنو الأنبياء، خصوصا وقت المجاعة، وهو اللي بشر الشونامية بأنه يكون ليها طفل، ولما كبر الصبي وتعب في الحقل وكمان مات، وراحت لإليشع اللي جه وقوم الصبي.
ومن المعجزات العجيبة لأليشع إنه قوم واحد ميت بعد ما هو شخصيا مات. لما الراجل اللي مات دون لمست عظامه عظام أليشع قام الميت. كان الهدف من كل رجال الله والأنبياء إن الشعب يرجع مرة تاني لعبادة الرب، لكن للأسف الشعب استمر في عبادة الأوثان، والله اداهم فرصة ورا فرصة لكن من غير فايدة. عشان كده الله سمح إن ملك أشور يهزم إسرائيل، وانتهت للأبد مملكة إسرائيل سنة 722 قبل الميلاد. وبكرة نتقابل مع مملكة جديدة وحلقة مثيرة.